بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. النهارده حبايبي انا هعلمكم ازاي اعمل الشطه من غير كبه ومن غير هاند بلندر ومن غير مكنه شطه ومن غير اي حاجه. انا النهارده نزلت السوق لقيت الفلفل دلوقتي رخيص، وقت احنا ما بنيجي نجيب الثوم يبقى الفلفل وصل 40 جنيه. طيب انا هقدر اجيب كميه الثوم ده كله؟ لا، في اوقات كتير انا ما بيبقاش معايا المبلغ اللي انا اقدر اجيب بيه خزينه ثوم السنه. فانا بستغل الوقت اللي الفلفل فيه رخيص واجيب الفلفل ده بزود بيه كميه الثوم، ومنها بشيله الحشو السمك وتسبيكه المحشي وكل حاجه. دلوقتي انا مسكت الفلفل اللي انا جبته ده، الحته السمراء دي طبيعه الفلفل نفسه، هي مش بايظه. غسلته غسله حلوه زي ما انتم شايفين، وبدات اقصه بالمقص كده، ايه، 3/4 كده بقصه. انا بسهل على الايه عشان انا هستخدم الخلاط. ماشي. الفلفل ده هيضاعف لكم كميه الثوم. ومنها هتحطوا مثلا تشيلوا برطمان تحشوا بيه سمك، تطشوا بيه ملوخيه، تطشوا بيه ويكا، تعملوا معلقه كده لتسبيكه المحشي، هينفع وهينجز معاكي وهتدعيني. طيب التوم الخلاط هتحطي فيه الفلفل. طب هيمشي فيه؟ هيمشي فيه. هنزود ميه وهنوريكم ازاي، ومش يبوظ منكم ولا هيحصل له اي حاجه. ماشي، بس حسب انا ما بقولك كده، انا مجربه وطلعت معايا 100 100. دلوقتي بعد ما غسلت الفلفل وقطعته زي ما انتم شايفين اهو، بص اتقطع حلو. بجيب الخلاط بتاعي، ماشي، وبجيب، والله لو كنت ساعات بعمله بالمخرطه، ما بقاش الخلاط بايظ بعمله بالمخرطه، بس الخلاط انجز معايا وحسيت ان هو حلو. بتجيبي بقى بتنزلي بالكميه اللي انت عايزاه، ما تقليش على الخلاط، واحده واحده كده. او بتجيبي الميه. طبعا انا حطيت كوبايه، نص كوبايه تاني، وضربتهم. بس انا لما بضرب ما بفرمش جامد، فانت عايزاه ناعم بتفرمي ناعم. بصي، بجيب المصفى دي، في مقطع هعيده لكم دلوقتي. المصفى دي وبحط تحتها بلاستيكه، وبضرب في الخلط وبنزل الميه الزياده اللي في الفلفل اهو. بص هنا المقطع ده المفروض كان يجي قبل كده. بتجيبي بلاستيكه عاديه خالص وفوقيها المصفى اللي انت شايفاها دي، وبتضربي في الخلاط بالميه، بتضربيه تنعميه تطلعيه خشن زي ما انا مطلعاه، دي حاجه براحتك. وبتنزلي عادي اهو. وبيتصفى ازاي بقى؟ بينزل الميه زي ما هوريكي دلوقتي. بصي نازل اهي الميه، كل الميه اللي في الفلفل هتنزل في البلاستيكه، وهيطلع الفلفل صافي ما فيهوش اي حاجه. ان هنا ضربت الفلفل كله في الخلاط زي ما انت شايفه كده، طلعت الكميه دي كلها ما شاء الله تبارك الله. نصها هعمله لوحده ونصها هعمله بتوم. بصي البلاستيكه اتملت، هي دلوقتي هتنزل، فانا هروح افضيها واحط البلاستيكه فاضيه تاني عشان الميه الزياده تنزل فيها. بصي نزلت اهي، فانا هفضيها وهرجع لكم تاني بعد ما افضي الميه واعمل. بصوا الفلفل طالع عامل ازاي ما شاء الله، ولا كبه ولا اي حاجه، اللي في البيت بنعمله بيه اهو. بصوا هنا اهو، شوفوا انا كبيت الميه. بصوا بدا كان بينزل كتير، دلوقتي بينزل نقطه نقطه، بسيب بقى براحته من بالليل للصبح زي ما انت عايزه عشان الميه تنزل منه كلها. بصي انا ضرباه ضرب خشن، عايزه تنعميه بتشغلي الخلاط زياده، بس انا عايزاه كده حلو قوي للحشو ولكل حاجه، هينفعك كل حاجه. هنا الكميه دي انا عايزه الكميه دي بس من غير توم. تمام. هفرزه انا ما بحطوش في الفريزر يا جماعه عشان تبقوا عارفين. انا بجيب الكميه اللي انا عايزاها، بحط عليها كميه التوم. يعني مثلا لو كيلو توم بحط عليه كيلو فلفل، وبضربهم في بعض بيبقى عندي 2 كيلو توم، بيستنوا معايا 3 كيلو فلفل عليهم كيلو ونص توم، النص بالنص، وابقى معاكي زي الفل. هنا فلفل لوحده انا عايزاه لوحده كده. فبالتركيه بقى بتعملي بالفلفل، لو انت ضفتي توم او ضفتي فلفل لوحده بتعملي التركيه دي. بتجيبي الملح، كيس الملح، وبترشيه عليه وتنزلي عليه بالزيت وتقلبي. دي مضه حافظه بتستنى من السنه للسنه، واتحدى اي حد يجربها وتطلع ما وحشه. اتمنى لو الفيديو عجبكم تدعموني باللايك والشير وتشجعوني. سلام عليكم.